الصيام في رمضان مع تمرينات الكورة وتمرينات الجيم والماتشات اللي انت بتلعبها كل اسبوع بيبقى صعب وتحدي كبير جدا لأي واحد بيلعب كورة، ولكن الموضوع مش هيبقى مستحيل لو عرفت ازاي تخطط لرمضان كله وتلتزم على الكلام ده، وهو ده بالظبط اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ زياد هنا معاكم في فيديو جديد. النهارده وانا بصور الفيديو ده تقريبا اول يوم رمضان، فجمعت لكم شويه معلومات من كل اللي انا اعرفه عن الفتره بتاعت رمضان وحطيتهم لكم في 10 نصايح. انا عن نفسي شخصيا كان نفسي حد يقول لي على الكلام ده وانا لسه عندي 16 15 سنه، عشان كانت هتفرق معايا جدا وهتساعدني ان انا اطور من نفسي في رمضان. اول نصيحه هي ان لازم يكون عندك جدول غذائي بتعرف تاخد منه كل العناصر الغذائية في الوقت اللي انت مش بتبقى صايم فيه، وتعرف برضو من الجدول ده تاخد طاقة تخزنها في جسمك، بحيث ان انت لو التمرين قبل الصيام او بعد الصيام تعرف تأدي تمرينات وتلعب الماتش بشكل كويس. ولازم طبعا الجدول ده يبقى متشكل على مقاسك انت، لان زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت ان كل واحد بيتجاوب بشكل مختلف على حسب نوع الاكل اللي بيتاكل. تاني نصيحة هي تبع برضو الأول نصيحة، اللي هو إنك لازم تشرب مية كتير، عشان لما أنت بتبقى صايم أو بتتمرن عامة، قلنا قبل كده إن لعيب الكورة أو أي واحد رياضي بيجي يتمرن بيخسر البادي فلويدز اللي هي سوائل الجسم، فلازم طبعا أنت تبقى بتعوض عن السوائل اللي هي بتخسرها دي عن طريق المية. فقلت قبل كده أنا عن نفسي مثلا بشرب 2.5 ل 3 لتر مية في اليوم. طبعا انا عارف ان الوقت بيبقى قليل ما بين مثلا الفطار والسحور، بعض الاوقات ممكن ما تقدرش تشرب كل الكلام ده، ولكن مهم جدا انك تحاول تشرب ميه على قد ما تقدر. طيب اتكلمنا عن الاكل وعن الميه، اكيد انت هتبقى بتسأل دلوقتي طب انا اكل ايه على الفطار؟ الفطار لازم تركز فيه على حاجات بتخزن الطاقة جوه جسمك، وتعرف برضو تساعدك انك تعمل ريكفري للعضلات اللي انت بتتمرن بيها. يعني ايه مثلا؟ يعني حاول تركز على حاجات متنوعة، تركز على فطار بيبقى فيه خضار، فطار يبقى فيه بروتين عالي، بعد الفطار بيبقى فيه فاكهة، حاجات كلها بتساعدك انك تخزن طاقة وتكمل التمرينات بتاعتك كلها من غير ما تتعب في رمضان. وبكده نخش على النقطة الرابعة، اللي هو حاول ما تاكلش أكل كتير على الفطار. أنا عارف طبعا إن في مصر أو في البلاد العربية بيبقى فيه مثلا 50 صنف على السفرة وقت الفطار، بس ده طبعا غلط جدا، لأن أنت بالذات لو عندك تمرين بعد الفطار لما بتاكل أكل كتير وما بتاخدش بالك من الكمية هتحس نفسك كده عندك حاجة من الخمول أو بطء، فما تعرفش تتمرن وتجيب آخرك في التمرين. فلازم طبعا تبقى بتلاحظ الكميات اللي انت بتاكلها. طيب خامس نقطة وآخر نقطة عن الأكل تقريبا هي السحور. السحور لازم طبعا تركز إن هو يبقى قبل الفجر بالظبط، يعني ما تجيش مثلا تاكل الساعة 12 بالليل وتخش تنام وتصحى بقى تاني يوم الساعة مثلا 12 الظهر، هتلاقي نفسك ان انت مبقاش عندك قوة او طاقة للتمرين ايا كان وقته فين في اليوم بتاعك. وركز في السحور بالذات ان يبقى عندك برضو كربوهيدرات كتيرة ويبقى فيه بروتين عالي ودهون صحية. الكربوهيدرات الكتيرة اكيد مش هتاكل مثلا مكرونة، عشان عارف ممكن ناس تقول لي لا ده هيبقى تقيل قوي وانا لسه صاحي، فممكن تركز مثلا على الشوفان، ممكن تركز مثلا على عيش يبقى داكن اسمر. الحاجات دي كلها بتخزن لك كربوهيدرات كتيره في جسمك وبتدي لك طاقه عشان تعرف تعمل التمرينات بتاعتك او لو عندك ماتش تاني يوم وهكذا. طيب نسيبنا بقى من الاكل خالص ونخش في التمرينات. ايه هو الوقت المناسب اللي انا اتمرن فيه؟ حاول على قد ما تقدر تتمرن بعد الفطار او بالليل، يعني لان انت بتبقى في الوقت ده خلاص اكلت ومخزون الطاقة بتاعك عالي جدا، فهتعرف تأدي في التمرين بشكل عالي جدا، وهتعرف تجري وتعمل تمرينة بجهد عالي. معنى كده انك تحاول على قد ما تقدر تتجنب التمارين اللي هي بيبقى فيها جهد عالي في الصبح او في نهار رمضان، عشان ما يجيلكش مثلا اي مضاعفات زيادة او مثلا تحس ان انت عايز تغمى عليك، بالذات في المناطق اللي هي بتبقى حر جدا. وعشان اتكلمنا عن الجهد والوقت بتاع التمرين، لو انت برضو في الاخر مش عارف تظبط التمرين بتاعك يبقى بعد الفطار، حاول تركز على الشدة وطول التمرينة اللي انت بتعملها. يعني مثلا ممكن تعمل حاجة زي مثلا بس للفتنس
او تعمل حاجه بس زي التكنيك بتاعك بالكوره زي اللي انا عملته قبل كده، ازاي مثلا تباصي على لمسه واحده على الحيطه، الحاجات اللي هي البدائيه دي كلها وتركز عليها، بدل ما تركز على انك تعمل تمرينة بأداء عالي جدا وترهق نفسك وترهق المخزون الطاقة اللي هو جوه جسمك. ومن اهم النصايح اللي ممكن انا هقولها النهاردة، يعني بجد دي اهم واحدة، لازم تبقى بتسمع جسمك بيقولك ايه. يعني ايه؟ لو عندك حسيت ان انت تعبان مثلا او مرهق جدا وانت بتتمرن، ممكن تاخد يوم اضافة مثلا راحة، او يومين مثلا في الاسبوع اكتر راحة. المهم انك تبقى عارف تحس بجسمك بيقولك ايه، وما تعملش الغلطات اللي انا كنت بعملها برضو زمان. كنت بتمرن كتير قوي وبعد كده مثلا بتتصاب، ولما بتتصاب بتقعد للاسف مثلا فتره ما بتتمرنش، فبتخسر برضو ايه في الاخر الفتنس بتاعك. فمهم جدا ان انت تعرف تسمع لجسمك. يعني لو حسيت باي وجع مثلا في جسمك، برضو حاول توقف وتظبط كل الشده بتاعت التمرين بتاعتك على حسب انت جسمك بيقولك ايه. والنصيحة اللي قبل الأخيرة اللي برضه مهمة قوي زي اللي قلتهم قبل كده، إن النوم بتاعك مهم جدا. يعني لازم تركز على إنك تاخد راحتك كفاية من النوم عشان تعرف تأهل جسمك، عشان جسمك بيعمل ريكفري وانت نايم. انا عارف طبعا ان في رمضان بيبقى صعب جدا الوقت، مثلا بتنام امتى؟ بس حاول مثلا تنام شوية قبل السحور وبعدين تقوم تتسحر وبعد السحور تنام تاني، ولما تصحى بقى الصبح ممكن مثلا في نص اليوم على حسب انت بتروح مدرسة بتشتغل او ايا كان بتعمل ايه في نص اليوم، لو عرفت تاخد برضو قيلولة في نص اليوم، دي بتبقى مهمة جدا انها برضو بتساعد على الريكفري بتاع جسمك. وهبقى اوريكم بعد كده برضو في فيديوهات بعد كده يومي في رمضان بيبقى عامل ازاي. واخر نصيحة وهي اهم نصيحة سايبها لكم في الاخر كالعادة، هي انك لازم يبقى عندك مواظبة. لازم يا جماعة تبقى مواظب على التمرين بتاعك، على الاكل بتاعك، على الريكفري روتين طول رمضان وحتى بره رمضان. يا جماعة مفيش اي حاجة في الدنيا بتيجي بتشوف فيها نتائج الا لما بتكون مواظب على الشغل لفترة طويلة قوي من الوقت. ومع الالتزام والتخطيط الكويس هتبتدي تشوف تطور من ناحية أهدافك اللي في الكورة أو بره الكورة عامة. ما تنساش إن رمضان موجود فعلا عشان يزود الروحانيات بتاعتك ويزود الضبط النفسي اللي عندك، بس ده مش معناه ان هو لازم يوقف ادائك الرياضي. لو اتبعت النصايح دي وغيرت الروتين بتاعك على حسب رمضان، هتعرف فعلا توزن التمرينات بتاعتك طول رمضان وهتبتدي تشوف تطور وهتنجح ان شاء الله. بس كده، لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت واعملوا سبسكرايب وما تنساش تفعل الجرس، واشوفكم بقى الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.